لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني، ينسيك لا تتذكر، سلام على من يشكر. لما تذل روحك قل يا ربي يا معز، فإذا بك تنهى وتأمر، كريم لما يغفر. لما يكسر قلبك قل يا ربي يا جبار، فإذا بالكسر يجبر، قادر على ما لا يقدر. لما تصير مرا قل يا ربي يا الله، يمتلئ قلبك سكر، وهاب لما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. دلوقتي كده انا عاملة الرز اللي هو الصيادية بالجمبري، ومعاه صينية بطاطس برضو بالجمبري. اكلة سهلة وبسيطة جدا وسريعة، وطعمها كان ما شاء الله روعة. دلوقتي كده هنقول المكونات: نص كيلو جمبري، ومعايا هنا حبايتين من البصل متقطعين حلقات، وربطة كزبرة وشبت، وهنا كمون، فلفل، ملح، بابريكا، وفصين كده من الثوم. هنجيب بقى الصينية كده ايه اللي هعمل فيها. حط فيها كده شوية زيت، ننزل كده بقى بالبصل، حطيناها كده على النار لما الزيت سخن، ونزلنا كده بالبصل بتاعنا اللي انا مقطعه حلقات كده بالمنظر ده. طبعا البصل انا مش هحمره، البصل يعني ايه، يعني يدبل كده في البصل يدبل كده في الزيت ده. ودي هنا حبايه بطاطس سيه كبيره، وقرن فلفل حراق، وقرن شطه. كده الجمبري اهون، البصله يعني ايه، هي يعني محمراتش، هي دبلت كده شويه. ننزل كده بقى بالجمبري بتاعنا. افضل كده اقلبه كده مع البصله شويه. هنزل كده بقى بالخضره اللي هي الكزبره دي والشبت، مديها ريحه وطعم حلو قوي. هي طبعا صينيه البطاطس مش بتحط فيها كزبره ولا شبت، بس ده عشان جمبري، بتحطي معاه حبايه بطاطس كده، لازم بتحطي فيه ايه الكزبره وكده، بيديها طعم حلو قوي. طبعا هنا الفصين التوم انا حطيتهم كمان، عادي ممكن كنت تحطيهم مع البصله، بس انا بصراحه نسيت يعني، بس مش مشكله عادي يتحطوا دلوقتي. ودي طبعا البهارات بتاعتي: ملح، فلفل، كمون، بابريكا، وطبعا لو في شطه حطي، وده الملح. مقدرش اقول لكم بقى على الريحه طالعه ازاي، الخضره اللي هي الكزبره والحاجه دي مع بعضها كده ريحتها جميله. دي بقى الحبايه البطاطس اللي انا مقطعاها، دي على فكره حبايه بطاطس واحده والله بس هي جت كبيره شويه. البطاطس دي بقى مع الجمبري بيبقى طعمها بصراحه جميل جميل جدا يعني. هو الجمبري صغير عشان هو الجمبري اللي هو البلدي ده، في عادي هو مش هتفرق كبير او صغير، عشان هو اصلا يعني يتعمل في الصينيه. فكده كده كده انا قلبتهم كده في بعض اهون. طبعا انا بقى ضربه الطماطم بتاعتي، ودي قرن الفلفل الاخضر، وقرن الشطه بتاعتي الحراق. دي بقى طبعا عاوزه تحطي شطه حطي، مش عاوزه ما تحطيش.
كده بقى الطماطم بتاعتي هنا نزلت بيها. طبعا بقى ايه يعني بتحطها كده وايه وتغطي عليها عشان تستوي معاكي البطاطس وكده. كده ايه يعتبر هي معموله كلها ني في ني كده، بتبقى حلوه قوي. طبعا كده بقى هنعمل الرز اللي هو الاحمر معاكم، رز الصياديه ده بالجمبري. هي دي شويه جمبري كده صغيرين هعملهم. دي الحله هي اللي هعمل فيها. احط كده برضو شويه زيت. كده انا حطيت بقى الزيت اهون، هسيبه بس يسخن كده معايا. وكده دي البصله هي اللي انا بشراها او عاملاها في الكبه حسب ما تحبي يعني. طبعا انا احاول مش هغمقها قوي زي رز الصياديه اللي بيبقى غامق قوي، لا يعني ايه تبقى لونها زي ما انتوا شفتوها في الرز كده، مش مغمقه قوي، عشان ان احنا ايه عاملين جنبها صينيه البطاطس بالجمبري دي. طبعا هنا الجمبري بتبله كده بالبهارات اللي انا هحطها في الرز، ملح وفلفل وكمون وبابريكا. طبعا كده البصله احمرت معايا، حطيت كده جمبري. طبعا انا في اي حاجه بكون حاطه ميه جنبي كده بتغلي، إن كانت بقى في كتل او براده على النار او اي حاجه. حطيت كده عود كزبره، بيديها ريحه برضو، بيديله ريحه حلوه. بس عادي، عندك ما عندكيش مش مشكله. دي طبعا ميه بتغلي اهي، وانا الرز غسلاه مجهزاه. خلاص كده انا حطيت الرز اهون. طبعا الرز يعني ايه ما تحطش ميه كتير عشان ميبقاش معجن معاكي، مبقاش الرز يبقى باين كده من تحت الميه بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. كده هنغطي عليه بقى. وصينيه البطاطس بقى ايه بالجمبري خلاص اهي، هوريها لكم برضو. هي ما شاء الله كده استوت وبقت جميله قوي، مقدرش اقول لكم على الريحه جميله جدا. البطاطس ما شاء الله استوت اهي. ادخلها بقى الفرن كده. وكده دخلت الفرن واحمرت، وده لونها كده بعد ما طلعت من الفرن. وده كده المنظر بتاع الصينيه بتاعتنا، كانت جميله قوي. جربوها بالطريقه دي هتعجبكم. وكده ايه الرز بتاعي خلص كده، قدمته كده في الطبق زي ما انتوا شايفين. وده كده منظر الاكل بتاعنا إيه بعد ما خلص. اكله سهله وبسيطه جدا ومش مكلفه قد كده، واي حد يعملها، وبصراحه لو جربتوها تعجبكم. وده كده الشكل النهائي بتاعنا. إيه ده الرز مش غامق زي ما انا قلت لكم، عشان جنبيه اللي هي الصينيه معموله بطماطم يعني وكده، عشان ما يبقاش إيه طعمها مش حلو. انا حاولت ان انا ايه افتح في البصله بتاعتها شويه. ده كده المنظر النهائي بتاعنا. يا رب الفيديو يعجبكم، ولو عجبكم بقى تنسوش اشتراك في القناه لو انتوا لسه جداد، وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. واشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.